المحشرة في القرآن التي يقدر يصدق بها هذا القالب مزيان؟ ها؟ شنو هي الصورة المحشرة في القرآن؟ وغير آية الأعراج راه كافية، يا النور 61 كافية، ما يعني ما تزيد حتى شي حاجة معها، كافية. وكاينين بطبيعة الحال مجموعة الآيات اللي خايبين، ولكن هذه زعما زوينة لأن فيها سيرتو إلا بقيتي تتحبس عليها بالقلقالة. لا تنقراها عليكم بالقلقالة بلاتي، عزيز عليا نهز القرآن، تجيني بحال اللي غادي في المسيرة الخضراء، خارجين مساكن بالقرآن وغاديين عيون عينية والساقية الحمرانية والواد وادي يا سيري والواد وادي، غادي تما تحرر يترب. سورة النور كلها ظلام. يا سورة النور مظلمة. عرفتي شحال خاصك ديال النفس باش تقرا هاد الآية؟ شحال خاصك ديال النفس؟ خاصك تحبس الا بغيتيه يتاثر، خاصك تحبس ليه على القلقاله، فهمتي؟ خاص القلقاله تحبس فيها الا بغيتي. ليس على الاعمى حرج، ديك حرج خرجها مزيان. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أو قديمة تحبس باش تفقصوا، فهمتيني؟ أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم تيكم أو بيوت أعمامكم ميكم أو بيوت عماتكم تلكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم كم. هاد الآية هذه كافية. واش دابا إله غيكتب هاد الشيء هذا؟ ودي خلينا من الموضوع، خلينا ما مسوقينش حنا للموضوع، ما مسوقينش ليه. هذا تيقلب على تفسير الآية. يقول المفسرون أن في هذه الآية 16 مسألة، وكل مسألة فيها بابان، وكل باب فيه 7 أوجه، وكل وجه فيه رأيان، وكل رأي فيه 5 نقاط، وكل نقطة فيها خلاف، وكل خلاف فيه شذوذ، وكل شذوذ فيه ما هو مردود وما هو مقبول. والمردود على قسمين، قسم هذا هو تفسير الآية. تنهضر معكم معقول، إلا مشيتوا تقلبوا على تفسير الآية هذا هو تفسير الآية. تيقول لك المسألة فيها شي 14 مسألة، يعني القضية الآية فيها شي 14 مسألة، تيبدا يجيب لك كور عطى العوار كور عطى العوار كور عطى العوار، في الآخر ما تتفهم والو. دابا الله غادي ينزل الآية بحال هذه. خلينا دابا من التفسير ديال الآية، بلاغيا من ذكر الأخ مادونجي ذكر بلاغة، نهضروا على البلاغة بلاغيا. واش الآية فيها البلاغة؟ بلاغيا دابا ما تنهضروش على المعنى، ركيكة، لأنك تتعاود واحد المسألة ما محتاجش تعاودها، لأن نورمالمون كيفاش خاصك تقرا الآية إلا بغيتي ديرها بلاغية، إلا بغيتيها تكون بلاغية، بلاتي نعاود نقرا عليكم. إلا بغيتي الآية تكون بلاغية هكي خاصك تقراها. ليس على الأعمى ولا على المريض ولا على أنفسكم حرج. واش أحسن ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ مالك أخويا، مالك؟ ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج، سالينا. هكذا أبلغ وأحسن،
لان هذيك الاعاده ديال حرج 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 ما فيها حتى شي معنى، تتكرر من اجل التكرار. I think he was drunk. نعم. وكذلك من بعد أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، تقولها تجمعهم كاملين، أو بيوت أو بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم. يعني ماشي ضروري أنك تبقى كل مرة تقول بيوت 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 بيوت، راه حنا عارفين بأنها بيوت. وفي الاخر غادي تولي الايه في عوض ما يكون فيها 12 سطر غادي يوليو فيها جوج ديال السطوره وسالينا صافي ولات مزيانه. فهاد المسائل ما لا علاقه. راه الصور اللي تتقراها انت كل نهار تمشي تنقب، لان ما تتصليش انت غير تتنقب اخي المسلم، تمشي تنقب فهمتي، تتقرا ديما ما كاينه سوره الماعون وسوره الكافرون إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله إلا درنا شي مكبرات ديال الصوت كل واحد 11 لاقمو نديروا مكبرات الصوت نسمعوا المغاربة من توصل الصلاة باش يصليو، غتبدا تسمع غير إذا جاء نصر الله والفتح. هادشي باش والكوثر صورة فيها إذا جاء نصر الله والفتح، والركعة الثانية فيها الكوثر. ما تيقراوش الفلق بزاف، طويلة الفلق، الكوثر والمسد، ماشي المسد، سورة النصر، حتى الإخلاص. حتى الإخلاص قل هو الله أحد. إلا جينا نجيو لسورة الكافرون، سورة الكافرون باش تعرف بأن الله تيخربق. شوف سورة الكافرون شحال زوينة في الإسلام، وخا تسب الله وداك الشيء كاع ما مسوقين لك المسلمين، تهضر على محمد مشي تيخلى باش تعرف الله حمق ربو هذا الله هذا. شوف سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ربما زدت شي عابدون جوج مرات يمكن. Tu sais très bien que dans une danse ou danse un poème, on a souvent recours à la répétition, enfin, donc ça dérange nullement. Non, هذا راه القرآن جاء عن طريقة السجع. القرآن جاء على طريقة السجع، والسجع هو واحد ستيل اللي كان راه ماشي جابوا القرآن. السجع ما جابوش القرآن، ماشي القرآن هو اللي صنع لنا السجع. السجع كان موجودا قبل القرآن. يعني العرب الجاهلية كانوا يسجعون، كانوا تتسمى سجع الكهان، كان عندهم السجع. في السجع ما فيهش التكرار. يعني إلا جيتي تشوف السجع ديال القرآن تلقاه واحد السجع اللي ركيك. لأن أنا نعطيك بعض الأمثلة ديال السجع اللي مزيان. السجع من الأمثلة ديال السجع المزيان هو أنك تتبدا مثلا الجملة الأولى تتكون قصر من تتكون طول من الجملة الثانية. أوكي، تتكون طول من الجملة الثانية. يعني تدير واحد الجملة طويلة، طبعا القافية خاصة تكون تدير واحد الجملة طويلة ومن بعدها تجي جملة قصيرة. في القرآن عادة تتلقى العكس، تتلقى الجملة الأولى قصيرة والثانية طويلة، وبعض المرات تلقى ديك الثانية ماشي غير طويلة فيها 7 ديال السطورة. يعني فين هو السجع؟ مشى كاتب القرآن يتكلف في السجع، ما يتكلف في القافية، تيتعذب مع القافية. واللي بغى يدير واحد الاختبار وتنظن غادي يولي ملحد من بعده، اللي دابا قريب يخرج من الإسلام، يعني يدير هذا الاختبار هذا وغادي يخرج إن شاء الله. دير واحد الاختبار، قراو القرآن بلا ما تقراو القرآن كل شيء، قراو غير القافية. سير لدوك الصور الطوال، ما تمشيش للصور القصار. دوك الآيات المكية ودوك الصور القصار كان فيهم السجع أحسن، لأن كان مازال كان وريق عايش. سيروا لديك الصور المدنية الطوال، الصور المدنية الطوال سيروا ليها، سيروا للنساء سيروا لتما وبقاو متبعين غير القافيه، بقاو غاديين بحال هكا. سير ديريكت نقص بعينك للقافيه، ما تمشيش ما تقراش كل شيء. نعطيك مثال، نمشيو لنيت للنساء، ما بعيده غير سير اقرا غير القافيه. ان الله كان عليكم رقيبا كان حوبا كبيرا الا تعولوا. شنو كيفاش
إن الله كان عليكم رقيبا كان حوبا كبيرا ألا تعولوا. واخا المهم يمكن تعكل. كمل. فكلوه هنيئا مريئا قولا معروفا بالله حسيبا مفروضا سديدا سعيرا حكيما. بلاتي هيا تجي المفاجأة. أجي واحد الآية بعد فيها سيمانة ومن بعد تسالي عليم حليم. من هاد الشيء هذا من بعدها جات واحد الآية فيها 18 سطر وتتسالي بعليم حليم. فين هو السجع؟ مشى. من بعد يمشي على حليم، فهمتي؟ يمشي دابا مع بحليم، يمشي مع بحليم. مشى معاه واحد شوية. عليم حليم ذلك الفوز العظيم وله عذاب مهين يجعل الله لهن سبيلا. رجع لهذيك اللي قبل. رجع للقافية ديال قبل. زين يضرب واحد عالم حكيم مهين هو يرجع سبيلا. الله عليما حكيما لهم عذابا أليما خيرا كثيرا. هو دابا غادي دابا راه شاد وثاني ديك الخطة الأولى. وإثما مبينا ميثاقا غليظا ساء سبيلا غفورا رحيما عليما حكيما. عليم حكيم. تصور شوف السجع في آية دار عليما حكيما، الآية المباشرة اللي موراها عليم حكيم، يعني آية عليما حكيمة، الآية مباشرة اللي من بعدها سألت بعليم حكيم. دابا غادي يمشي يمكن مع هذه ديال لا رجع ميلا عظيما الإنسان ضعيفا بكم رحيما مدخلا كريما بكل شيء عليما عليا كبيرا عليما خبيرا مختالا فخورا عذابا مهينا. شتي دغيا تتختم القرآن. ديروا هذه الطريقة هذه تولوا تختموا القرآن دغيا في رمضان. فساء قرينا بهم عليما هؤلاء شهيدا. ندوزوا عليه هادو ماشي مشكل. الله حديثا كان عفوا غفورا بالله نصيرا إلا قليلا مفعولة ماشي مشكل ندوزوها. فتيلة مبينة سبيلة. هو غيتسالوا ليه. راه هادشي اللي بغيت نوصل ليه هو الاخوان، ان في الصور الطوال تتسالى ليه القافيه، تتسالى ومن تتسالى تيقلب تيسويتشي. تيحصل يعني الله بجل بقدرته وجلاله تيحصل. لان الصوره مثلا فيها 200 ايه ولا هذه تيحصل ما يقدرش يبقى شاد السجع من الاول حتى الاخر، فتيبدا يسكيفي تيبدا يخرج على النطاق. ها هو راه مازال غادي. ناصره عظيمه ضليله حكيمه تاويله بعيده توفيقه بالغه رحيمه. تيبدا يعاود عاوتاني شي وحدين ديجا قالهم تيبدا يعاودهم. ها هو وحل واحد الوحله مقوده دار لك تثبيته. المهم غاده في تثبيته مستقيمه رفيقة عليمة جميعة عظيمة ضعيفة فتيلة. قالها فتيلة هو عاودها فتيلة لا تظلمون فتيلة. يلا قالها قبيلة عاودها عاوتاني زعما حنايا تنسيناها دابا ما بحال اللي زعما ما قالهاش. لا تظلمون فتيلة يفقهون حديثة بالله شهيدة كثيرة قليلة تنكيلة مقيتة حسيبة حديثة نصيرة سبيلة مبيئة سبيلة. دار لها واحد هاد سبيلة هادي وعيق والله لا عيق. ومن قبيله وانا تنقرا ما كاين غير سبيله كل شيء تيدير ليه هو سبيله داير طريق. مبينه تاد مبينه عزيزه عليه. مبينه حكيمه هي عزيزه عليه. عظيمه زيد خبيره رحيمه عظيمه مصيره رحيمه مبينه. صافي حصل دابا ولا تيدور مع رحيمه وحكيمه ومبينه هما اللي تيدور عليهم. جوج صفحات ديال القران دايرين غير بهذا الشيء هذا دابا. رحيمه مبينه تيعاود مهينه عاودها عاوتاني. هاد قالها قبيله. واش ما قالهاش قبيله؟ قال لك ان اعددنا للكافرين عذابا مهينا. ها هو عاودها عاوتاني بحال زعما نسيناها حنا باغي يعاود يخلعنا. هو اعد للكافرين عذابا عرفناها ربي غير سير. كتابا موقوتا عاود عاوتاني كتابا موقوتا. شحال ديال التكرار. كتابا موقوتا حكيمه رجعات خصيمه رحيمه هي رجعات اثيمه هي رجعات محيطه هذه جديده وكيله هي رجعات. رحيمه ولا صافي. عرفتي داك اللي تيعطي حمارو تتعرفوا داك اللي تيعطي حمارو هنا الله عطى حمارو هنا هي هذه. لان ثلاثه الايات متابعين رحيمه حكيمه صافي ولا خدامه برحيمه وحكيمه دابا. حصل مقوده رحيمه حكيمه رحيمه مبينه عظيمه. شحال عاودنا في هذه مبينه وعظيمه من حاجه. عظيمه جوج ايات متابعين عظيمه صافي. السجع ما بقى تغتصب السجع. مصيره ويلي على مصيره.
جابش حاجه جديده دابا. مصيره، مريده، مريده شيطانا مريده، مفروضه، مبينه، غروره، محيصه، قيله، نصيره، نقيره شاكيره شاكيره، بغريره خليله، محيطه، عليمه. اوف، ها هو رجع تاني، حكيما رحيمه رجع عاوتاني الرحيمه وحكيمه، يبدا يدور رحيمه حكيمه حميده وكيله، عاوتاني وكيله. عرفتي شحال من دار من وكيل الملك في هذه الصوره هذه؟ قديره، بصيره، خبيره، بعيده، اليمه، جميعه وجميعه درتيها 2 مرات، دار 2 مرات ايه سالات الجميعه. سبيله، قليله احنا كملنا سوره النساء، اش بغيتوا؟ شتي شحال ديال الاجر؟ فهاد وي خصني الريسبيري. المهم ها هو من بعد دخل زبوره، شهيده، اليمه، شهيده، حكيمه رحيمه مساكين. راه هاد القافيه الاخوان، هاد القافيه ديال سوره النساء راه من اسهل القوافي اللي كاينه في اللغه العربيه، لانها تتسالى كلها بالالف، من يعني ابسط القوافي اللي كاينه. باش نبين لكم بان الله مسرسر في السجع، كاينه بعض القوافي التي يتحرج منها السجاع، يتحرجوا منها الشعراء والسجاع والناس ديال اللغه كانوا يتحرجون منها، يعني الجهابده ديال الشعر الجاهلي، الجهابده ديال الناس ديال اللغه العربيه كانوا يتحرجوا من بعض القوافي لانها صعيبه، يعني ما يقدر عليها غير ربهم الاعلى. بحال مثلا القافيه اللي تتسالي بالتاء معجمه، القافيه اللي تتسالي بالذال معجمه، هذه قوافي صعيبه ماشي سهله. نو كيفاش نو اخويا سيسيفوس؟ كانت قوافي تي ناون، اوكي ناون، اوكي النون زعما بغيتي، لا النون سهله، النون من اسهل القوافي، النون والميم وهذو من اسهل القوافي. فكانوا تيحصلوا، كانوا ما تيتحرجوا منهم، انك صعيب انك تلقى شي شاعر اللي هما يقرضون الشعر بالسليقه، يعني تيقولوا الشعر بحال اللي تيهضروا بالدارجه عادي، ورغم ذلك ما كنتيش تلقاهم تيقدروا يزعموا على هذه القوافي. ايوا راك انت هو الله واش ما كانش هذا غادي يكون تحدي؟ الا كنتي انت هو الله وانت هو ربهم الاعلى وانت اللي عندك العصا السحريه وانت هو كن فيكون، علاش ما ديرش لينا صوره ديال القران بالسجع بواحده من هذه القوافي الصعبه؟ هنا كان غادي يكون تحدي صحيح للناس ديال البلاغه، يقول لهم انتم الشعراء، انتم اللي تتسجعوا، انتم اللي زعما وصلتوا لاعلى درجات الشعر وداك الشيء، ها انا جايب لكم صوره يلا واعره بالتاء معجمه مثلا ولا بالتاء المعجمه. بصح القواعد اللغه العربيه استندوا على القران باش يجبدوها، هي القواعد ديال اللغه العربيه تصوبت من بعد القران، فبطبيعه الحال اهل النحو النحاة وداك الشيء اعتمدوا على القران، لان نورمال، لان الا اعتمدوا على الشعر الجاهلي ولا اعتمدوا على شي حاجه اخرى يقدروا يضربوا القران في مقتل. فلذلك خصهم يستروا المؤخرات القران، فلذلك خداو شي حوايج اللي هي غريبه، اللي فيها مشاكل مثلا في الشعر الجاهلي ولا ما تلقاهاش في الشعر الجاهلي ولا ما تيقولوهاش العرب بديك الطريقه، وقال لك هذه هكذا جائزه، هكا نقدروا نقولوها هكا. وتا الا مشيتي للمعاجم ديال اهل النحو ديال النحاة وداك الشيء تلقى غالب الاستدلالات ديالهم، تهلا اخويا صلانيس، تلقى غالب الاستدلالات ديالهم، تلقى الامثله اللي تيعطيو امثله من القران. في الشعر هو الحرف الاخير الروي، فهاد الروي هو اخر حرف في البيت، اما القافيه فهي اخر تفعيله في البيت. اوكي فهمت. اوكي انا تنهضر على الحرف الاخر، نعم على الحرف الاخر، نعم صح عندك الحق. هاد اصحاب الادب العربي ربهم لا خدمه لا ردمه، عاصرين علينا هنا في البال وهازين ستيلو احمر، سيروا تخدموا على الادب العربي. الا كنتي تقرا الادب العربي في الجامعه عرف راسك ما عندك مستقبل، غادا تكتب قصائد الشعر لداك اللي باغي تزوج بها، ديك اللي تتحبها، وهي غادي تمشي تصحاب الادب الفرنسي تدبر على راسها، غادي تمشي لباري تقرا وداك الشيء وتزوج من ولد خالتها،
وانت غتبقى مازال تكتب الشعر وداك الشيء. هذا هو الادب العربي، هادشي اللي يعطيك. يعني ما كاين حتى شي مستقبل في الادب العربي. شنو هو الادب العربي؟ حتى شي حاجه. الاساتذه موجودين، كلشي تيهضر بالعربيه. ما عندك باش تقري من حتى شي حاجه، ما غادي تكون استاذ ما والو حتى شي حاجه. درت ليه الاحباط. هو مزيان الاحباط باش يدبر على راسو، ماشي حتى ياخذ الاجازه ويبدا يدور بحال الحمق. القران بعبعالي، والقران بعبعالي راه كاين تفسير سوره يوسف، راه كاين في القناه ديالي، درتو بالصوت ديال يعني عبعالي شويه سوفت وي. ولكن خصو عبعالي تيهضر بالدارجه، ما تيعرفش اللغه العربيه الفصحى. عبعالي ما يبغي يقرا القران بالدارجه ما يعرفش، ما بالعربيه الفصحى ما يعرفش. عمر كاينه واحد الايه ديك فيها ديك فهمتي، قال الذين هذيك استقرابوا واستكبروا. واش من استكرا؟ اش تتخربق اصاحبي؟ اقرا القران مزيان ولا ريح؟ ما تتعرفش تقرا صافي ريح. ربك راه خارج من الكاتريه من البروفي القديمه، تما هذا صحابك صحاب الباك ديال اليوم راه والو. ترى البروفي ديال شحال هادي دايره بحال هادوك ديال ديك السي يسميوه ديك الدوك ولا ما نعرف. خلينا نقراو صاحبي. هذيك قال لك قال الذين، شنو قلتي ليها؟ استكبروا. قال الذين استكبروا للذين. راه ما خاصكش تحبس على للذين، راه الايه راه ما عندك تما لا وقف لا والو، لا وقف جائز لا حتى شي حاجه، خاصك تكمل. ما يمكنش تقول قال الذين استكبروا للذين، راه خاصك تشرح. يعني راه الايه غاده، راه ما فيها تما ما كاين حتى شي وقف، لا وقف جائز لا وقف يلزمك لا حتى شي حاجه، خاصك تكمل. وبلاتي وانت داير بحال التران. خلينا نقراو صاحبي القرآن، راه غادي نرجع ليه بلاتي. مال هذا راه كلام الله هذا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا الذين استضعفوا. نحن صداكم لو صدعناكم وصددناكم. وانت دابا عبعالي تتقرا فاهم شي حاجه، غير تتقرا وصافي. يعني كلمه ما تتعرفش تقراها غتفهمها دابا، حتى القرايه ما عرفتش تقراها غتفهمها. زعما انت دابا الا قلت لك انت شنو تتعني صددناكم، ماشي تعرف. ولا تنعرف تمالك صحابك ما قاريينش زعما ديك صداكم زعما حنا فهمتي جبهه زعما فهمتي، حنا هما اللي شادين داكشي ديال الايمان وراك عارف. لا علاقه ما كاين لا ايمان لا كفر لا واش. كيفاش حنا جبهه داكشي؟ واش هذاك تيتفسر القران؟ وبقى تجبد لي داكشي ديال عبد الله وعباس وفرناس وداكشي، راه من ما عندي تما داكشي. القران راه باين. لا باين. بعالي تعرف غير ايش اللي بيديش. عرفت نهضر بعالي بالمانيه صعيب. عايش بريشر. انا كنت صاحبي راه كنت خدام في الفوقيت، وكنت انا في فوقيت في جامع الفن تنعرف. كنت مع الالمانيه وديك سبريشن دوتش جود. وكنت انا مع الالمانيه راه كنت مع صاحبي واحد الرب داكشي ديال السبريخان والسبراشو داكشي تنعرف صاحبي جوت وهادي. انا دابا نهضر معاك بالالمانيه ما تفهم حتى خيسي. انا دابا ركز معايا، كاينه واحد الكلمه تيعرفوها غير الناس الوالين فهمتي، داكشي ديال اينشتاين وديك هما اللي تيعرفوها، اما ديك الناس العاديين ما تيعرفوهاش. سول عليها ديك سميتها ديك تيقولوا عليها هي راه شويه صعيب فهمتيني. خليني نتفكر شويه، هي قاصحه شويه صعيب. قالها لي واحد اصاحبي قال لك تيقريهم تما داكشي ديال. انت القصه ديالك اصاحبي ما عندها لا راس لا اساس. شي واحد شي حاجه، شي واحد تيقري شي حاجه قالها شي واحد، ما البلان ما مقادش فهمتي، ما ما مصوبش. بحال ديك نسيت اسمه، جامعه نسيت اسمها، عالم نسيت اسمه، اكتشاف نسيت صاحبه، في جامعه نسيت اسمها، بحال هكا دايره بعالم خربق كارطون.